لما كنت عندك 7 سنين الصيف كان بيحس إنه بيدوم للأبد. النهاردة السنة كلها بتعدي وإنت لسه حاسس إنها بدأت من كام يوم. نفس عدد الأيام بالظبط، 6 أو 90 يوم، بس الإحساس مختلف تماما. ليه الوقت بيتسرع كل ما بتكبر؟ السؤال ده مش مجرد إحساس شخصي، في علم حقيقي وراه. وأول تفسير مقنع ليه جاله من عالم النفس الفرنسي بول جانيت من أكتر من 100 سنة. جانيت اقترح فكرة اسمها النظرية النسبية للوقت. هو قال إن الإحساس بطول أي فترة زمنية مرتبط بنسبتها من عمرك كله، مش بطولها الفعلي. يعني لما تكون عندك 5 سنين، السنة الواحدة بتمثل 5 عمرك بالكامل، عشان كده بتحس إنها فترة ضخمة. لكن لما توصل لعمر 40، السنة الواحدة بقت جزء من 40 بس من حياتك، فبتحس إنها عدت بسرعة حتى لو عدد أيامها نفسه ثابت. الفكرة دي رياضية بحتة، بس فيها منطق قوي. لو رسمت خط عمرك، أول 10 سنين هياخدوا مساحة كبيرة منه، لكن ال10 سنين من ال40 لل50 هياخدوا مساحة أصغر بكتير بالنسبة للكل، حتى لو نفس عدد السنين بالظبط. بس النظرية دي وحدها مش كافية تفسر كل حاجة. الباحث ديفيد إيجلمان، عالم الأعصاب في جامعة ستانفورد، اكتشف عامل تاني مهم جدا اسمه كثافة الذكريات الجديدة. هو لاحظ إن دماغك مش بيقيس الوقت زي ساعة بتدق بانتظام، دماغك بيقيس الوقت من خلال عدد الذكريات الجديدة اللي اتسجلت في الفترة دي. لما تكون طفل، كل يوم فيه تجارب جديدة تماما. أول مرة تركب دراجة، أول يوم مدرسة، أول صديق، أول رحلة. كل تجربة جديدة دماغك بيسجلها بتفاصيل كتير. فترة الذكريات دي بتاخد مساحة كبيرة في أرشيف دماغك، وبتحس إن الوقت طويل. لكن وانت كبير، الروتين بيسيطر. نفس الطريق للشغل، نفس الوجبات، نفس الأشخاص. الدماغ بيبقى مش محتاج يسجل تفاصيل كتيرة، لأنه شايف الموقف ده قبل كده. وبما إن الذكريات المسجلة قليلة، الفترة دي كلها بتتلخص في دماغك وكأنها عدت بسرعة، حتى لو عشتها ساعة بساعة. في تجربة بسيطة بتوضح الفكرة دي. لو سافرت المكان جديد تماما، أسبوع واحد هناك ممكن يحس إنه أطول من شهر كامل في روتينك العادي. مش لأن الوقت اتمدد فعلا، لكن لأن كل لحظة في الرحلة كانت جديدة، فدماغك سجل تفاصيل أكتر. والذكريات دي لما ترجع تفتكرها، بتحس إنها أخدت وقت أطول. وده بيوريك حاجة مهمة: الوقت اللي انت حاسس بيه مش الوقت اللي على الساعة، هو انعكاس لكمية التجارب الجديدة اللي دماغك سجلها. يعني السنة اللي حسيتها قصيرة، مش لأنها فعلا كانت قصيرة، لكن لأنها كانت متكررة أكتر من اللازم. الخبر الكويس في الموضوع ده إن الوقت مش لازم يفضل بيتسرع كل ما بتكبر. لو كسرت الروتين بانتظام، جربت حاجة جديدة، اتعلمت مهارة، سافرت المكان مختلف، دماغك هيرجع يسجل تفاصيل أكتر زي ما كان بيعمل وانت صغير. والوقت هيحس إنه بطأ شوية. فالمرة الجاية اللي هتحس فيها إن السنة عدت بسرعة غريبة، افتكر إن ده مش خلل في الوقت، ده مرآة لعدد المرات اللي كسرت فيها الروتين. الوقت مش بيتسرع، إحنا اللي بنبطئ في اختيار حاجات جديدة نعيشها.